بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، آمين يا رب العالمين. خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، كلام كتير عن رحيله، لكن حتى هذه اللحظة النادي الأهلي لسه في اجتماع ولسه في كلام، في بطء شديد في هذا الأمر. انت عارف لو كنا طلعنا تعادل كان ممكن يقعدوه، كان ممكن يبقى لك اذا كان الراجل خسران 2 وضيع ملامح وشكل النادي الاهلي، وفي بعض الامر خلال ساعات في اجتماع وخلال ساعات سيصدر القرار. محمود شوقي على عهدته بقى المره دي، ما نشوف هيكون صح الخبر ولا لا. محمود شوقي الصحفي المقرب من النادي الاهلي اتكلم وقال لك ان معلومات جات لي ان النادي الاهلي لو مشى خوسيه ريبيرو دلوقتي النادي الاهلي مش هيدفع شرط الجزائي. قال لك تفعيل الشرط الجزائي هيكون بعد 3 شهور من عقد اللاعب مع النادي الاهلي. هو كان يعني نقول 6 و7 واحنا في شهر 8، لسه 8 ما خلصش اهوت. لو الساعه دلوقتي قالوا له بالسلامه بناء على كلام محمود شوقي، مالناش علاقه لان محمود شوقي قبل كده سوحنا، وانا ما بقولش ما بشككش في المعلومه بتاعته، لان ممكن يكون الناس في النادي الاهلي ما كانوش عارفين وقت كولر، لان هو طلع برضه قال لك ان كولر لو مشي دلوقتي قبل بدايه الموسم الجديد ده هياخد 3 شهور شرط جزائي والقصه هتنتهي. يعني الشرط الجزائي بتاع 3 شهور، وحتى لو فعل هو 3 شهور شرط، فاتفاجئنا ان في عقد مع كولر سنه كامله، يعني عكس الكلام اللي قاله محمود شوقي. المره دي محمود شوقي بيقول نفس الكلام على عقد خوسيه ريبيرو، ان عنده المعلومه ان ريبيرو لو مشي دلوقتي، لو الاهلي طلع بيان شتوي شكر لريبيرو كل عام وانت في العام، يا عم لحد بكره 31 قبل الساعه 12 كل عام وانت بيبقى عنده هو من 6 و7 وشهر 8. لو قلت له بكره او خلال ساعات بالسلامه قبل بدايه الشهر الجديد مش هتدفع حاجه. لو استنيت بقى مر 3 شهور على تعاقدك معاه تدفع له 3 شهور شرط جزائي. احنا كنادي اهلي وكجمهور النادي الاهلي شايفين انت حتى لو دفعت له الشرط الجزائي انا كسبان بالسلامه، فما بالك بقى ما فيش شرط جزائي؟ ايه بقى لازمتها ان انا ده الراجل طالع بيتكلم مش حاسس بالنادي الاهلي، ولا طالع في المؤتمر الصحفي المدير الفني خوسيه ريبيرو يقول لك ايه طريقه لعبي محتاجه وقت عشان اللعيبه تتاقلم معاها، وعلشان اللعيبه يعني زي ما البلد يقول تهضمها، محتاجين وقت. يعني لعيبه الاهلي محتاج، انت متصل انت معايا يا عم الحاج؟ يعني الراجل ده مش بيقول لك يعني اوعدكم الماتش الجاي والامور تتحسن، لا ده محتاجه وقت. يعني نتعادل 3 4 ماتشات و5 ماتشات وكأن النادي الاهلي فرقه واقعه. انا جايبك تعمل لي فرقه، امال لو انت موجود معايا بقالي سنتين وبعمل احلال وتجديد للفريق، بمشي فرقه واجيب عيال لسه وناشئين وبطعم، ده جايب لك كلهم نجوم يا حبيبي. قال ايه اللي انت قال لك النتيجه تحسن في المباريات المقبله؟ بلا شك يعني بالسلامه يا معلم، مفيش الكلام ده. يعني مفيش عندي رفاهيه ان انا اديك فرص ثانيه 7 ماتشات ما اكسبش غير ماتش. انت بتهزر يا عم الحاج. نادر شوقي اتكلم وزينا كلنا شايفين برضو الفكره مش فكره مدرب فقط، مدرب ولعيبه. لعيبه النادي الاهلي بقت لعيبه خلاص بتنزل تلعب مش حاسه، مفيش دم مفيش احساس مفيش. كنا في النادي الاهلي يقول لك لحد الدقيقه 90 لا تامن مكر ممكن النادي الاهلي قبل الصفاره لا تحتفل امام النادي. دلوقتي لا، ده احنا شوطين، الشوط الاول والشوط مش شايفين لعيبه، مش شايفين قدامنا رجال. حتى الجزئيه بتاعه تريزيجيه اللي قلنا هيجي عشان الحماس والروح، لا شفنا لا حماس ولا روح. نادر شوقي قال لك اما يبقى لاعب بيراميدز ارجل من لاعب النادي الاهلي يبقى مشكله كبيره. مش قصه مدير فني بس، مدير فني عنده القدره انه يحطم اي حد ونفسيه اي حد، لكن اللعيبه وكمان المفروض كباتن النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي زي تريزيجيه وهاني يبقى في حماس، يبقى في روح. احنا شفنا مصطفى شوبير وكان الشحات وقفشه وبتاع، رغم ان ما ادهمش، تحس انهم بره قاعدين عاوزين يعملوا حاجه يعني. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك قال جمله قويه جدا. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك ان انا عايز لعيبه في النادي الاهلي، لعيبه بتحارب،
مش لعيبه كل واحد والتاني يقول انا عايز اعدل عقدي ويقول حقي ومش حقه. حقه انه يعدل عقد، لا حقه مين؟ حق كسر حقك. الاهلي عايز رجاله في الملعب، الاهلي عايز رجاله في الملعب. وقال ان في واحده من اسوأ بدايات النادي الاهلي، ان البدايه دي في الموسم ده هي واحده من اسوأ بدايات النادي الاهلي في تاريخه. المصيبه مش انك اتغلبت، المصيبه انك مش عارف اي حاجه خالص، ولا فاهم رد فعل ولا شخصيه ولا فنيات، لا لعيبه ولا مدير. ففي علامات استفهام كبيره جدا. لما تختار احسن لعيبه لازم تختار احسن مدرب، لازم تختار احسن عامل، لازم تختار احسن حد. الاهلي يستحق احسن من كده. وانا بقول دلوقتي وبناشد الكابتن محمود الخطيب، هذا هو التوقيت الهام لعوده الكابتن سيد عبد الحفيظ. مفيش حد هيظبط لك الدنيا داخل اوضه اللبس في النهايه بتاعت النادي الاهلي وعلى الدكه وهيظبط اللعيبه غير الكابتن سيد عبد الحفيظ، راجل خبره. مش عارف ايه اللي عندي في عدم عوده سيد عبد الحفيظ لهذا المنصب. ما اعتقدش ان انت لو قلت له الاهلي محتاجك هيرفض يعني. مرتضى منصور اعلن عن تقديمه بلاغات ضد عمرو اديب. مرتضى منصور قال لك ان هو تقدم ب40 بلاغ من امبارح للنهارده، من وقت الحلقه اللي عملها عمرو اديب. ونيجي لعمرو اديب وتريقته على النادي الاهلي وسخريته من النادي الاهلي بعد الخساره من بيراميدز يعني. لكن من بعد ما هاجم مرتضى منصور واولاد مرتضى منصور وقال العمولات وسمسره وكلام من هذا القبيل، ومرتضى منصور رد عليه. فالنهارده مرتضى منصور قال لك تقدم المستشار، زي ما حضراتكم شايفين البوست اللي كتبه مرتضى منصور، قال لك تقدم المستشار مرتضى منصور ضد تقدم المستشار مرتضى منصور اخر رئيس لنادي الزمالك شرعي ومنتخب غصب عن جوز الست اللي قد الشيله طول عمرها بتشيلها. تقدم ب40 بلاغ لمعالي المستشار النائب العام ضد هذا الكاذب المأجور. الفيديو هيعمل فيديو يعني للجماهير. قال لك الفيديو تم تصويره وبيتجهز وسيذاع على 5 أجزاء علشان مصر والدنيا كلها تشوف فضايح لبيب وباقي دلاديل عباس والأراجوز جوز لميس. وواضح انهم جميعا اصابتهم لوثة عقلية فاطلقوا الاكاذيب، وهذا ممكن يكون نصف جنون وشرشرة. لكن الاخطر هو انهم صدقوا اكاذيبهم. انتظروني سيتم النشر. ده احنا لسه داخلين في حلقات بقى حوارات. ده كلام مرتضى منصور عن البلاغات. اما عمرو اديب بيسخر من تعادل النادي الاهلي. هم شايلين زيزو على دماغهم، جماهير النادي الاهلي لازم نكون واعيين، ما ننجرفش وراهم ولا تهاجم زيزو ولا الكلام. هم ده امنيتهم يعني، حطموا اللاعب. هم بيهاجموه بيتجاوزوا حقه، عايزينك انت كمان نفس اللعب. تنتهي مباراة قلبي يقطر دما. الان تنتهي مباراة الاهلي وبيراميدز ويفوز بيراميدز 2-0. قلبي يقطر دما. يا اخي تحس انه بيشجع بيراميدز مباراه في الدوري. طب ما لو وارد جدا الاهلي يخسر اي مباراه. ممكن النادي الاهلي يخسر حتى من نادي الجونه، يخسر من نادي زد، يخسر نادي زد. نادي بيراميدز حاليا فرقه جيده احسن منك يعني. انا مش عارف ايه الفرحه في كده كزملكاوي. والله الواحد قاعد يا ده زيزو، يا ده طالعين زعلانين متضايقين. معقولة يا جماعة الأهلي يخسر المباراة كده بالحكم الأسباني؟ واو شناوي بالحكم الاسباني اللي كان جاي من النادي الاهلي، الحكم الاسباني اللي ظلم النادي الاهلي. لكن عمرو اديب يعني احنا ان شاء الله هنشوف مرتضى منصور هيعمل معاك ايه عشان تبقى مبسوط قوي، نفس الانبساط والانشكاح اللي انت منشكحه دلوقتي يعني. طالع وزيزو طالع ويعني والاولاد بتوع بيراميدز سعداء سعادة الفيل. قلبي يقطر دم. واظن ان مدرب الاهلي هيمشي. نتمنى يا عموره، نتمنى ان مجلس النادي الاهلي قبل ما ننام دلوقتي، قبل يطلع بيان بتوجيه شكر لهذا المدرب ده كفتاكي كبير. الراجل ده ضحك علينا. كنا متوقعين بس انه مشكلته في المباريات المتقفله،
ما في المباريات الكبيره بيلاقي حلول، زي مثلا موسيماني كان عقدته المباريات او الفرق اللي بتقفل دفاعيا. وقلنا المدير الفني ده بينقل كرة لكن عنده مشاكل دفاعيه. طب لما يبقى في فرقه بتهاجمك هيبقى في مساحات، فانت وقلنا بنلعب يعني كنا بنلومه كمان الماتشات كلها، الفرق اللي هتواجهك هتقفل. انت هتلعب 4 5 ماتشات قدام فرق بتلعب زيك، يعني في فرص ان انت تلاقي اللي هم يلعبوا معاك لعب مفتوح. يعني 4 5 مش كتير. كنا الرهان على ان هتحل لوغاريتمات الفرق اللي بتتكتل دفاعيا قدامك ازاي، لكن الراجل اللي عارف يحل لوغاريتمات فرق بتتكتل دفاعيا ولا فرق بتلعب لعب مفتوح، يقول لك الاداء سيتطور ويتحسن في المستقبل. اصبر انت بقى، روح فرقه عندها القدره على الصبر يا ريبيرو. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضرتك. بنسبه كبيره النادي الاهلي هيوجه الشكر لريبيرو. لو ما وجهش الشكر لريبيرو الدوري ده عليه العوض ومنه العوض. شكرا على حسن المتابعه، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.